السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. حضرت لكم اليوم وصفة خبز الزيت بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة. يجي بنين بزاف هذا الخبز. ولا من القهوة تاع العصر ولا تاع الصباح. يشبه بزاف السفنج أو الخفاف. شوفوا يجي فارغ من الداخل وما يشربش كامل الزيت. طريقة سهلة وناجحة، أكيد وصفاتي كامل ناجحين. يعني ما عليكم غير إلا عجبتكم الوصفة ديروا لي هذاك الجام، ما تبخلوش عليا وكتبوا لي رايكم في التعليقات، وبتدعموني بالاشتراك وبالجام هكذا باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي. وهكذا نجوزوا ونشوفوا مع بعض طريقة التحضير. إذا بسم الله. بالنسبة لمقادير الوصفة، عندي هنا سميد رطب أو سميد رقيق كامل. حنحتاج منه 2 كيلات. إذا دايما نغربلو طبعا المكونات الجافة. هنا الكيلة بالنسبة للمبتدئات ديروا كيلة صغيرة هكذا باش تعلموا فيها. أنا خذيت هذه الكيلة تاع البول تاع الشربة. إذا 2 كيلات تاع سميد رقيق. ضفت له ملعقة صغيرة سكر ماشي مملوءة ونحركه شويه، وضفت له ملعقه كبيره تاع خميره تاع الخبز. رانا زمان تاع البرد يعني نكثروا شويه الخميره. وهنا نبداو نبلوا فيها بالماء يكون دافي ماشي سخون، دافي. لكن ديروه تدريجيا، الماء نديروه تدريجيا هكذا كما تشوفوا. الطريقه راهي واضحه. هكذا نغلفوا كامل حبات السميد تاعنا بالماء ونتحصلوا على عجينه طريه. المهم عجينه تكون طريه شويه ماشي بزاف ومتماسكه، يعني حاكمه روحها. طريقة سهلة، يعني هاد الوصفة بنينة بزاف تاع جدادنا. يعني هكذا نفكركم بالوصفات تاع زمان. وبنينة بزاف، يعني تشبه الاسفنج أو الخفاف، لكن بطريقة أخرى. طبعا العجين هذا هو عجين تاع خبز طاجين. يعني نفس مكونات تاع الخبز الطاجين، لكن أنا يعني دورناه حنقلوه في الزيت، واللي نطيبوه في الطاجين حنقلوه في الزيت. ويجيب بنين بزاف هذا الخبز. هنا كما كنتوا تشوفوا حاولت ندخل الماء ما خذاليش كميه كبيره. المهم حتى تحصلوا على عجينه متماسكه كل واحد والسميد تاعو. هنا نديروا كره كما كنتوا تشوفوا، نلموا العجين تاعنا. طريقة سهلة، يعني ما ياخذش كامل الوقت معاكم. طبعا دركا رانا كملنا درنا الكرة تاعنا. هنا حنديروا نخليه يخمر شوية، نخليه يخمر شوية للمرة الأولى هكذا باش ينجح معنا. إذا نخليه يخمر شوية برك، يعني قيمة ربع ساعة. المهم تشوفوا طلع شوية ماشي بزاف. وقتها نجيبوا الملح، ملعقة صغيرة الملح، ما ننساوش الملح مهم جدا. وهنا درنا ضفنا له الماء دافي ماشي سخون، دافي. ونبداو نحلوا هذاك الماء مع الملح، ومن بعد نبداو ندخلوا هذاك الماء في العجين تاعنا. وطبعا هذه الوصفه يديروها بزاف في منطقه القبائل اللي يسموها ثمثونة الزيت. يعني بنينه بزاف هذه الوصفه، يعني صدقوني. احنا للدرك نديروها، ويعني نديروها بزاف. ودراري على بالكم ياكلوا ويزيدوا، يعني تالمو يجوا خفاف، ما يعني وحده ما تشبعكمش. يعني ننصحكم انكم تجربوها. واكيد ماكوش حتندموا. وكتبوا لي رايكم في التعليقات. اذا هنا نحاول ندخل هذاك الماء، ندخله كامل في العجين تاعي. كما كنتوا تشوفوا راني دخلته كامل والعجين تاعي مازالو متماسك. يعني طريقة سهلة. هكذا نكملوا كامل العجين تاعنا. يعني نحاولوا مليح ندخلوا هذاك الماء والملح في العجين تاعنا. ودوكا واش ندير؟ نبدا نعجنو. طبعا البيتخا اللي عندها البيتخا معليش تقدر دير بيتخا وتبدا تضيف الماء، لانه هذه المرحله حنزيدو نضيفو شويه ماء. كما تشوفوا راني نضيف تدريجيا الماء. المهم على نضيفوا الماء، نديروا الماء باش يعني العجينه تزيد تطرى معنا وتولي الاستيك. لكن الا درتو في البيتخا، نديرو في البيتخا عجنوه شويه ومن بعد بداو ضيفوا الماء. انا حنديرو بيديا. كما تشوفوا نديو ونجيب هكذا ونعجنو، يعني طريقه سهله تاع العجين هكذا. ومنين داك نضيف الماء، يعني رشات تاع الماء بين يديا، ونشمخ يديا ونبدا نعجن، نكمل العجين تاعي حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون تتلاصق غير شويه في بين يديا، يعني ماشي بزاف هكذا باش ما تعذبكمش كي تبداو تقلوا فيها. طريقة سهلة وطريقة يعني هذه ناجحة بزاف. إذا هنا خلاص دالي الماء، شوفوا هنا يتتلاصق كما تشوفوا، شوفوا القوام تاعها كون شفتوه. هنا نعاود نرجعها في اليان ولا طبسيل اللي عندكم في إناء. ديروا له دهنة تاع زيت، أنا درت زيت زيتون. وشوفوا يعني تجيكم طرية بزاف، تتلاصق غير شوية بين يدي.
نديرها نعاود نزيد ندير لها هكذا من الفوق زيت زيتون ولا زيت عادي كيما تحبوا، وديروها فوق هذاك الإناء ونخلوها تخمر للمرة الثانية، حتعطيكم نتيجة هايلة. شوفوا دوك نغطوها ونخلوها تخمر، يعني ما تاخذش وقت بزاف في الخمير. هكذا شوفوا هنا طلعت يعني طلعت لنا. درك نكسروا لها هذاك الخمور تاعنا، وطبعا ونجوزوا المرحلة تاع نخبزوا الخبيزات تاعنا. إذا دوكا لازم نقسموهم، إذا حندير شوية حربوش طويل ونقسموهم. أنا هنا الكريات اللي جاتني يعني قيمة 3 خبزات، 3 كريات يعني 3 خبزات، وكل خبزة طبعا نقسمها إلى مثلثات، ومن بعد نخلوهم يخمروا شوية ويعني ونجوزو نقلوهم مع بعض. يعني طريقة سهلة بزاف. يعني صدقوني هذه الوصفة حتعجب العائلة تاعكم، يعني ننصحكم تجربوها. وبنينة بزاف، يعني في نهارها تخلص ما تقعدش، محال تقعد، وحتى ولا قعدت لكم حبة تقدروا غد من داك تسخنوهم عادي ويولوا لكم جدد. خذيت منيدل درت له سميد رطب، رشات سميد رطب من الفوق، وحطيت الخبزات تاوعي من الفوق. ما نخبزوهمش يعني هكذا كريات، ونخلو نغطوهم ونخلوهم يخمروا. يطلعوا غير شوية، يعني مش شرط يخمروا بزاف. أنا بعد ما خمروا لي وجدت لوحة درت لها شوية زيت، شوية عفوا سميد من الفوق، سميد رطب، وحطيت الخبزة الأولى ونخبزوها. ومن جهة أخرى راني حاطة مقلة درت فيها شوية زيت، ماشي كمية بزاف لأنه هذا الخبز الزيت ما يحبش الزيت بزاف، وخلوها تسخن. نبداو نخبزوا الخبزة الأولى بهذه الطريقة. يعني السمك هنا ديروه ما ديروهش، ديروه شويه رقيق، يعني ما ديروهش خشين هكا ما يجوكمش معجنين من الداخل. هنا راهو خمر شحال من خطره، يعني دركا خلاص كي نخبزوهم هكذا نجوزو ديريكتومون نروحو نقلوهم. شوفوا الحاج هنا وريت لكم السمك. لا كوبات الأداة اللي نحبها بزاف، واللي تعاوننا في المعجنات وتعاوننا بزاف في الحلويات. هذيك هي يعني نقسموا بها، يعني أحسن أداة اللي نظن تساعدكم نتوما ثانيك وننصح بها المبتدئات. نقسموها هكذا على 8. كما كنتوا تشوفوا هنا درت الشكل مثلثات. يعني وهنا نجبدوا المثلث الأول، والزيت تاعي راهي خلاص سخنت، وتكون النار متوسطة، ماشي قليلة تشرب لكم زيت، ماشي قوية، خلوها متوسطة ولا فوق شوية متوسطة. ونحطوا الحبات التوعية بهذه الطريقة. المهم قسموا مليح المثلثات تاعكم هكذا باش ما يلصقوش معاكم، ومع السميد يعني هذاك هو يعني ماش حيلصق. برك كي ترفدوا المثلثات نفضوهم شويه من السميد، هذا مكان باش ما يدير لكمش هذيك يعني في الزيت تاعكم ما تعمرش بالسميد. ونديروهم هنا كي يبداو يطلعوا نرموا لهم الزيت من الفوق. يعني في الاول حطوهم ما ديروا لهمش الزيت، لكن كي يبداو يتنفخوا معاكم ارموا لهم الزيت، وثمثم كي يطيبوا لكم تشوفوا حماروا الاطراف قلبوهم. كما تشوفوا هنا بداو يحمروا الاطراف راني نقلب فيهم. يعني وصفة هذه بنينة بزاف وسهلة، وكمية قليلة تاع سميد تخرج لكم كمية كبيرة. وعجين ما كاش بزاف عجين، يعني 10 دقائق توما تعجنوا وتدخلوا هذاك الماء وخلاص. هكذا يعني طريقة كما قلت لكم ناجحة، ووصفة هذه مجربة وناجحة طبعا للمبتدئات. هنا نحطوا الحبة الثانية والحبات الأخرين نزيدوا نطيبوهم في الأطراف كما تشوفوا، يعني ميلتهم منا، ونستقطروهم طبعا في الكسكاس ولا أسهل. هكذا نحو كامل الحبات ونكملوا باقي المثلثات تاع الخبيزات الأخرين بنفس الطريقة. أنا راني حطيت الحبة الثانية ونزيدوا وحده. شوفوا هنا خلوا ما ديروش ترمولهمش الزيت في الأول، خلوهم برك يطلعوا شوية وبداو رمولهم هكذا. هنا راني وليت الاولى وراني شتات نفخت، نرمي لها الزيت حتى تتنفخ معايا. وكي يبداو يحمروا الجوانب قلبوهم. يعني طريقة سهلة وبنان بزاف وخفاف وما يشربوش كامل الزيت.
وإلا عجبتكم الوصفة يعني ما تبخلوش عليا من فضلكم، دعموني باللايك، يعني قناة تاعي باش تطلع بيكم. ماذا بيا تعطوا لي رايكم في الوصفات، اكتبوا لي، خلوا لي تعليق، ديروا لي جيم، بارطاجيو مع الأهل والأصدقاء، يعني هكذا باش يلحق لكم كل جديد تاعي. وقد ما يعني إن شاء الله كي تشوفوا فيديو يعني ولو تخلوا تعليق وديروا لي جيم والاشتراك، هكذا باش القناة تاعي تولي معروفة. وإن شاء الله يعجبكم الوصفات اللي راهم في القناة، اللي كلهم ناجحين ومقادير مضبوطة، ووصفاتي كلها طبعا للمبتدئات. وشكرا لكم حبيباتي. إذا هنا نكمل نقلي كامل الحبات بنفس الطريقة. الصورة راهي تعبر، فيديو إن شاء الله يكون واضح لكم، ونكمل باقي بهاد الصور الجميلة هكذا. المهم استقطروهم الزيت لكن ما يشربوش كامل الزيت، يعني كي تاكلوهم شحين كامل يقهموكم. هكذا نحو كامل الحبيبات اللي عندي وديروهم يستقطروا، وتقدروا تستهلكوهم طبعا هكذاك سخونين. انا برك وريت لكم الخبزه الثانيه كي تقسمتها. طبعا الا حبيتوا، الا درتوا خبزه كبيره بزاف تحبوا ما تقسموهمش على 8، تقسموهم على 6 تقدروا، لكن انا نفضل انكم تقسموهم على 8. يعني كي يجوا هكا صغار يجوا متحوفين ويجوا ملاح. شوفوا كيفاش يجوا خفاف، يعني كي نضغط عليهم يعاود يولي دليل انه داخل راهم فارغين. يعني كامل حبّيت راني نوري لكم هكذا باش يعني المصداقية في هذا الفيديو، يعني ما نحيت والو، حاولت نعطيكم كامل المراحل هكذا باش ديروهم وتاكلوهم بالصحة والهنا. وهكذا لحقنا للنتيجة. شوفوا ما شاء الله، أنا حبيت نخليه هكذا في الكسكاس باش يعني تكون حاجة تراديسيونيل تقليدية والبنينة بزاف. يعني يشبه بزاف السفنج الذوق تاعو، وخفيف خفيف بزاف من الداخل. ونتمنى أنكم تجربوه وكتبوا لي رايكم في التعليقات هكذا باش تفرحوني. وشوفوا هنايا يعني يا سلام على هاد الخفة، وشوفوا يجوا فارغين من الداخل وخفاف بزاف. وكاين طبعا اللي يحب يعني يحشوهم بالمعجون، ولا حنا ناكلوهم هكذا، يعني كل واحد طبعا الذوق تاعو، يعني بنتهم بنان بنان بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. طبعا اللي اشتركوا في قناه تاعي نقول لهم مرحبا بكم، يعني فرحتوني. واللي مازال ما اشتركش نقول لكم يعني تفضلوا للقناه تاعي، وصفاتي راهي كلها ليكم. برك ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وما تبخلوش عليا برك بهذاك الجانب. وكتبوا لي رايكم في التعليقات، ونتمنى انكم تكتشفوا القناه تاعي فيها الكثير من الوصفات الجميله. وهكذا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى بحول الله، والى اللقاء.